يلا ابدأ يا فرح، اتفضلي أول سؤال. النسبة 2/5 تكافئ النسبة 14/35 عشان أضرب الاتنين في السبعة والخمسة في السبعة. تمام. يعني أنا هضرب هنا في 7 وهضرب هنا في 7. اللي بعده يلا يا فارس. آه، إذا كان 5 أمثال عدد 15 فإنه 3 أمثال العدد هو مم. 5 أمثال آه، عدد هو 15، يعني وليكن تلاتة 5 إكس بتساوي 15. 3. أنت فاهم؟ يبقى الإكس دي بتساوي كام؟ 3. طب أنا عاوز 3 أمثال عدد، يبقى 3 في 3 ب9. تمام. تمام. اللي بعده يلا يا فرح. المخطط مقابل عدد الكتب التي قرأت 300 طالب في المدرسة وعدد الطلاب الذين قرأوا أقل من 4 كتب. يبقى أم، نجمع كل اللي أجمع قرأوا أقل من 4 الأول. أنت فاهمة؟ أيوة، يعني أجمع 29 زائد 26 زائد زائد 22. 22. تمام. نجمع تمام. 29% زائد 26%. 26% زائد تبقى واحد سبعة وعشرين في المية ده كله اللي قرأوا إيه أقل من يطلع كام؟ 77. 77%. طب أنا عاوز عدد اللي قرأوا على العدد بقى، أضرب النسبة المئوية في العدد الكلي. تمام. أضرب سبعة أيوة، وسبعين في المية في كام؟ في 300 في العدد الكلي هيطلع لي كام؟ في العدد الكلي 300. مش هما هيطلع 300 طالب؟ أنا هضرب النسبة المئوية دي في العدد الكلي في 300، يطلع لي 231. تحليل أمكان. إيه يا اللي بعده أستاذ؟ هيطلع لي يا فرح، مش احنا جبنا النسبة المئوية بتاعت اللي قرأوا أقل من 4 كتب 77%؟ أيوة. دي النسبة المئوية. أنا عاوز بقى العدد بتاعهم، أضرب النسبة المئوية دي في العدد الكلي بتاع الطلاب. مش هم كلهم 300 طالب؟ أيوة، فهمت قصدك. 77% منهم قرأوا أقل من 4 كتب، فأنا هضرب 77% في 300 تديني 231 طالب. تمام؟ يلا يا فارس. أحداث منتصف A B حيث A تساوي 3 ماشي. 3 زائد -5 -2/2 -1 تمام. أول حاجة. 4 و10 14 لا سالب -4 ماشي. زائد 10 يبقى 6. 6 6 على 2 فيها 3 يبقى -1 3. -1/3. تمام. نقطة المنتصف مجموع الإكس على 2، يعني إكس 1 زائد إكس 1 زائد إكس 2 على 2 وإكس 2 وواي 1 زائد واي 2 على 2. اللي بعده يلا يا فرح. عدد محاور التماثل المثلث المثلث الأفقي هو 1. 1. اتصال الأضلاع 3، مختلف الأضلاع 0. يلا يا فارس. على إحدى قنوات 1 سنتي بس 5 كيلو. كان البعد بين قريتين 25 كيلومتر. أنا البعد منهما خريطة يساوي كام؟ هضربه في 100,000 صح؟ 5. قال لك ال1 سنتي بيمثل 5 كيلو، طب ال25 كيلو كده تمثل 5 سنتي اه صح. بس، عشان 5 في 1 ب5. تمام. اللي بعده يلا يا فرح. أم، في الشكل المقابل قيمة x. الشكل ده عاوز قيمة الإكس. x أنا طلعتها 60. 60. أولا ده مثلث مجموع الزوايا داخلها 180، فدي 42 وده 54 يبقى كده 6. 106. يبقى دي كده بيبقى كام؟ 100 و 106. دي 96 أصلا، دي كده 96. كده اللي باقي 84 من ال 180. طب المفروض ده تكامل بالرأس، فده 84. طب الإكس بتساوي إيه؟ أطرح من 180 أقول له 180 ناقص اللي عندي 77 زائد 84. أجيب الآلة أهي. 180 ناقص 77 زائد 84 تطلع 19. خلاص. يبقى أنا مجموع الزوايا داخل المثلث 180، جبت أنا دي ب 84. لما دي أديها تكامل بالرأس. طب مجموع المثلث 180 الزوايا يعني، فطلعت من 180 جبت الإكس بكام؟ 19. يلا يا فارس. إذا كانت ترتيب بسيطة وسامة فإن عدد القيم قلنا عدد القيم 2 في الترتيب زائد 1. اه يبقى عدد القيم 2 في 8
زائد واحد. 2 في 8 ب16. واحد كام؟ 17. 14. ولا 2؟ المفروض 17. هو الثامن، يبقى قبليه 16. 7 وبعديه 7. لا، 2 في 8 ناقص واحد. 2 في 8 ناقص واحد. معلش، 2 في 8 ناقص كام؟ 2 في 8 ناقص 5. واحد، يبقى 15. أو عاوز تقول هو الثامن، صح؟ هو مين؟ هو الثامن، قبليه 7 وبعديه 7. هو الثامن يبقى قبليه 7 قيم وبعديه 7 قيم. ف7 و7 14، وهو يبقى 15. تمام؟ اللي بعده. اه. يلا يا فرح. وسط الحساب القيم مجموع القيم على عددها تبقى 6. الوسط الحسابي يكون مجموع القيم على عددها. 3 و5 8، 8 و7 15، 15 و9 24. 24 على 4 فيها 6. اللي بعده. أول كلمة في التناسب. طب عندك A ايه إلى ايه على 16 16، ايه بتساوي على 5 على 16 4. يبقى A على 16 هي بتساوي بتساوي 5 5 على 4. على 4. هنعمل إيه؟ 16 في 5 على لا 16 في 5 على 4. الوسط اللي ينزل تحت واضرب 16 في 5. يا إما تعملها على الآلة، مش محتاجة آلة يعني. الأربعة فيها الواحد على الأربعة فيها الأربعة. 4 في 5 بكام؟ 20. إذا كانت الإيه بتساوي البي، دي حليناها في الامتحان اللي فات، صح؟ حليناها أيوة. قبل كده، حليناها قبل وهم جبنا. ماشي. اللي بعده. يلا يا فرح، اتفضلي. توفى الرجل وترك ميراثا 150,000 جنيه عن زوجة وولدين وبنت، إذا كان نصيب الزوجة ثمن المبلغ ويوزع الباقي على والديه الاثنين. وبنته الوحيدة. هنجيب الأول مجموع الأجزاء. لا، واحد الأول زائد هنجيب نصيب الزوجة الأول. صح، هي تمن المبلغ، صح. أي. قلنا نصيب الزوجة، هي تاخد تمن المبلغ، فاضرب 150,000 في تمن، صح. أي. 150,000 في تمن تطلع كام؟ نجيب الآلة. أقول له 150,000. واحد اتنين تلاتة، عدد الإصدار عشان ما أغلطش في المحل. واحد على 8 تطلع 18,750، صح؟ أي. 18,750 ده نصيب إيه؟ ده نصيب الزوجة. كان أنا عاوز الباقي بقى. الباقي الباقي هيساوي، هنطرح 150,000. 150 تلات أصفار ناقص 18,750. أنت فاهمة؟ أي. أقول له 150,000. 150,000 واحد قدام أربع أصفار، 15 قصدي، ناقص 18,750. تطلع كام؟ 13 131,250. 131,200 وكام؟ و50. ده الباقي خمسة. ده. يعني هي الزوجة خدت تمن المبلغ أهو، ويوزع الباقي على ولديه الاثنين وبنته الوحيدة. فكم يكون نصيب البنت ونصيب الولد، علما بأن نصيب الولد إلى نصيب البنت 2 إلى 1، صح؟ كده ده المبلغ أي. الكلي، صح؟ يعني كده هقول له إيه؟ هقول له ولد إلى ولد إلى بنت، لأنه قال لك ولديه وبنته. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ فالولد 2 إلى الولد 2 إلى البنت كام؟ 1. واحد. وهجيب عدد إيه؟ الأجزاء. عدد الأجزاء. جدعة، عدد الأجزاء كام؟ 2 و2 4، 3. 4 1 5. لا، مع كله، مش هو بيقول لك ولديه؟ يعني عندي 2 اه. صيام، صح. بعدين هجيب قيمة إيه؟ الجزء قيمة. تبقى 131,000. ميتين أيوه، وخمسين هنقسم بقى. 131,250 على كام؟ 5. على 5. أهو أقول له كده 131,000 على 5 تطلع 26,250. تمام كده ولا إيه؟ تمام. بعدها نضربها في الاتنين. وفي الواحد. بعدها. جدع كده. يبقى أنا كده جبت قيمة الجزء، بعدين أضربها في الاثنين وفي الواحد. أقول له كده نصيب الولد يساوي 26,250 في 2. شوف هطلع لي كام. وأقول له نصيب البنت بتساوي كام؟ 26,250 في واحد. طبعا ده هتطلع زي ما هي 26,000. نكتب بس هنا. طبعا 26,250 في 2 تطلع بكام؟ 52,500. 52,000
500 جنيه. تمام، ده نصيب الولد. نصيب البنت هي 26,250 جنيه. اتفقنا يا دكتورة؟ اتفقنا يا دكتور؟ نحلها تاني. توفى رجل وترك ميراثا 150,000 جنيه عن زوجة وولدين وبنت. يعني مرته وعنده 2 رجالة وبنت. فإذا كان نصيب الزوجة تمن المبلغ، فالأول هجيب نصيب الزوجة، هي تمن المبلغ، فاضرب المبلغ كله في تمن. جبت نصيب الزوجة 18,750. طب عاوز أعرف اللي فاضل بقى. فاضل 131,250. تمام؟ تمام. هقول بقى ولد إلى ولد إلى بنت لأنه عنده ولدين. فالولد إلى البنت 2 إلى 1، فيبقى 2 إلى 2 إلى 1. عدد الأجزاء 5. قيمة الجزء قاسم المبلغ اللي باقي ده على عدد الأجزاء، يطلع 26,250. كده الجزء الواحد ب 26,250. الواد واخد جزئين، فاضرب 26,250 في 2، والبنت واخده جزء، فاضرب 26,250 في 1. تمام؟ ماشي؟ طيب اللي بعده يلا فارس. يا عم خط أعداد من 17 ل لا، الأول 28. لازم تجيب لي الحاجات دي الأول. يعني قبل ما تحل بتحب أي ما يقول لك اعمل مخطط صندوق، تجيب حد أدنى، حد أقصى، ربيع أول، ربيع ثالث، الوسيط. يعني هو من غير ما يقول لك. أنت فاهم؟ نعم، رتب حد الأول. أدنى 18. رتب الأول. 18. 18. 21. 21. 22. 22. 24. 24. 27. 27. 31. 31. اتأكد تاني، عد القيم: 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. يلا هات الحد الأدنى. 18. من هو ورا اللي أنا بجيب الأقصى. أكبر 31. حاجة. 31. ال- الوسيط. 22. 23. يبقى هنجمع الرقمين: 22 زائد لا، 24  2. على 2 يطلع لي كام؟ 23. 23. الربيع الأول. 18. أقسمهم. أقسمهم. الربيع الأول أقسمهم. لما أقسمهم، لأن أنا بقسمهم لمجموعتين، فالوسيط بتاع المجموعة الأولى هو ده الربيع الأول يا فارس الإحسان، يبقى 21. فهمت؟ اه، أنا بصيت على الحاجات اللي مش مترتبة فوق قلت 18. خد بالك. الربيع الثاني كام؟ 27. 27. وأجيب المدى بالمرة. المدى أكبر قيمة ناقص آه، أصغر قيمة. 31 ناقص 13. 18. 18 يبقى كام؟ 13. 13. خلاص فهمت؟ تمام. اه، يبقى أنت الحاجات دي لازم تجيبها: الحد الأقصى أقل حاجة، الحد الأقصى الحد الأدنى أقل حاجة، الأقصى أعلى حاجة، الوسيط واحدة من هنا مع واحدة من هنا، واحدة من هنا مع واحدة من هنا. اتفضل رقمين أجمعهم وأقسمهم على 2. لو رقم واحد خلاص. الربيع الأول بقسمهم لمجموعتين: أدي مجموعة وأدي مجموعة. خلاص. بقى الوسيط بتاع المجموعة الأولى هو ده الربيع الأول. طب الربيع الثالث الوسيط بتاع المجموعة الثانية. والمدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يلا بعمل إيه؟ اللي أنت قلت عليه. هنعمل خط أهو 17 بالمسطرة طبعا المفروض يعني. أقل حاجة كام؟ 18. 18. 19. بعدين 19. 19. 20. 21. 22. 23. 31. 24. 25. 26. 27 لحد المفروض يعني يقضي، بس أنا مش هتقضي. هنعملها بخط كويس عشان إيه تقضي ونقلل صغر الخط يعني. بس نجيب ده كده. لا ده صغير أوي. بعد كده برضه. يعني أنت ده كده حلو صح؟ آه، 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. وليكن يعني عشان بس مفيش إيه، مفيش مكان. مش مشكلة. ماشي. يلا هنبدأ بقى نعمل إحنا حاجات. هعمل الصندوق اللي موجود ده تمام. وأخلي أول حاجة، لا أول حاجة مين؟ الحد الأدنى تعمل عليه نقطة دايرة سوداء على كده. حد أدنى، دايرة على حد مم. أدنى، دايرة على حد أقصى. وده على الحد الأقصى. الربيع الوسيط والربيع الأول والثالث بعمل شهر. الوسيط كام؟ 23. يعني ما بينهم اعمل شهر. والربيع الأول 21. المربع يبقى نهايته أي شهر. مثلا. مستطيل قصدك. والربيع بس. الثالث 27 شهر. واجي موصلهم ببعض بس بقى. اعملهم مستطيل. تمام. وبعدين لو اه، وصلهم بالحد الأدنى
والحد الأقصى. هو ده مخطط الصندوق، سهل صح؟ اه يبقى أنا بتعمل نقطة عند الأقصى والأدنى، ده الأقصى وده الأدنى، بعدين بتعمل شرط عند الربيع الأول والوسيط والربيع التاني، بتيجي عامل إيه؟ تيجي موصلهم ببعض. تمام؟ ماشي. تمام. يلا يا فرح، كم خمسة؟ أوجد في زد مجموعة حل كل المعادلات الآتية. واحد، هنودي 8 بإشارة مخالفة هتبقى 3. هنقعد التمانية بإشارة مخالفة هتبقى كام؟ هتبقى تلاتة. هي نص 3. إكس زائد تمانية، ماشي، يبقى نص. هقسم 3 على النص هتدينا 6. لا، خمسة ناقص تمانية الأول صح؟ هتبقى نص أيوة. إكس بتساوي سالب تلاتة. أنا عاوز أتخلص من مين؟ من النص. يبقى النص. هقول له بالضرب في اتنين للطرفين. هضرب في اتنين عشان أتخلص من مين؟ من النص. لو دي تلت هضرب في كام؟ تلاتة. لو ربع هضرب في أربعة. لو خمسة هضرب في خمسة. فهمتي؟ أيوة. يبقى إكس بتساوي لما أضرب في نص دي طارق، ولما أضرب دي في نص تبقى سالب كام؟ سالب 6. 6. هل ده عدد صحيح؟ أيوه. يبقى أقول له كده مجموعة الحل بتساوي سالب 6. فهمت يا ماما؟ أيوة. اللي بعده يلا فارس. آه، واحد ولا اتنين؟ أنت بتحل فين؟ اه فهمت تمام، فهمت. اوكي اوكي، اتنين ماشي. سبعة في اتنين 14 اكس هضرب السبعة جوه، 7 في 2 إكس ب 14 إكس، وسبعة في ناقص واحد سبعة بسبعة. يساوي واضرب الخمسة، خمسة في خمسة إكس، اكس زائد 15. 5 إكس زائد 5 في 3 ب 15. جمع الإكسات مع بعض والعدد مع بعض. يبقى 14 ناقص 14 إكس 5 اكس ناقص 5 إكس بتساوي 5 زائد كام؟ هناخد زائد 7. يعني هنقول سالب 7. 15. 15 زائد 7. يبقى 14 إكس ناقص 5 إكس 9 إكس بتساوي كام؟ 12. بالقسمة على 9 للإيه؟ مستر هي مش 15؟ اللي 15. الخطوة التانية 15 صح صح صح. يبقى كده كام؟ هنزود 10 ماشي. يبقى كده 22 صح؟ اه ماشي. طيب يبقى كده هنقسم على 9 برضه لإيه؟ الطرفين صح؟ يبقى إكس بتساوي 22 على 9. صح. هل ده عدد صحيح؟ هل ده عدد أمم، صحيح؟ ما أظنش. لا، ما هي مش عدد صحيح. العدد الصحيح ده اللي هو 2 3 4 سالب 1 كده يعني. وهي اه مجموعة الحل إيه؟ صح، والصفر عدد ثابت. طيب. خلاص يا جماعة، لأن عاوز مجموعة الحل في زد أعداد صحيحة. ضربت السبعة جوه وبعدين نقلتها بإشارة مخالفة. ضربت الخمسة جوه ونقلتها بإشارة مخالفة. تمام؟ اللي بعده يلا فرح. أو 6. أثبت تجمع. أن إيه أثبت أن اف دي بتوازي أضلاع. اللي هو ده. ركز، أنا آه، عندي ده بيوازي ده. هو المفروض كان يبقى بيديني ده متوازي أضلاع، ال A B C D المفروض يعني. المفروض كان يبقى بيديني ده متوازي أضلاع. هو على فكرة ده مش موجودة، بس هو المفروض يعني. المفروض يبقى في نقطة تاني إن ده المفروض يعني، لأن ده بيوازي ده. فاهمة؟ أيوة. أهو ده بيوازي ده أهو. طيب، فأنا هقول له من المعطيات، بما أن AD بيوازي BC معايا، بما أن AD بيوازي BC. فاهمة؟ تمام؟ أيوة. بما أن الاي اف او الاي والاف بتنتمي للبي سي، بما ان الاي تمام والاف بتنتمي، المفروض ما تكتبش كده. بما ان الاي والاف بتنتمي، الاي والاف دول هم النقطتين يعني، تمام، النقطتين دول بينتموا للبي سي على نفس الخط. خلاص هقول له اذا الاي دي بيوازي الاي اف. فاهمين ولا لا؟ يعني الاي دي بيوازي بي سي صح، والاي والاف على نفس الخط. خلاص يبقى الاي دي بيوازي اف دي. فهمتوا؟ اذا الاي دي أيوة. بيوازي الاف دي. كده انا عندي ضلعين متقابلان متوازيان اللي هما ده بيوازي ده. وبما ان ده بيوازي ده، اقول له بما ان الاي اي بيوازي الدي اف، الاي اي بيوازي الدي اف. كده كل ضلعان متقابلان متوازيان، كل ضلعان
متقابلان متوازيان. إذا الشكل ده إيه؟ متوازي أضلاع. الإيه إي إف دي متوازي أضلاع. فهمنا ولا لأ؟ فاهمين يا فارس؟ خلاص؟ افهم بص بقى، ده أصلا هو عطولي إن هو بيوازي ده، والإي والإف على نفس الخط، يبقى هو بيوازي الإي إف، يعني هو بيوازي دي. طب ما ده بيوازي ده وده بيوازي ده، أنت عطولي، يبقى ده متوازي أضلاع، كل أضلاعهم متقابلان متوازية. فهمنا يا جماعة؟ تمام؟ ده بس هو عطيك نقطة، بس هو ما كانش كده. ماشي؟ اللي بعده. يلا يا دكتور فارس. مش عارف كذا ماشي اهو. 1/2 فيها النص، الإكس بنص. انت بتقول ايه؟ هو انت عارف هو عايز ايه؟ بيقول لك اذا كانت الايه مثلا 2 1 والبي ب 3 و6، فوجد مسقط اي بي على محور واي. عاوز مسقط اي بي على محور واي، فانت تجيب مسقط الايه على محور واي ومسقط البي على محور واي. فهمت؟ امم مسقط الايه على محور واي اللي هي هتساوي اللي هي ايه شرطه. مسقط الايه على محور واي اللي هي ايه شرطه. فمسقط النقطه ده على محور صفر واي بثبت الواي واخلي الاكس بصفر، تبقى صفر وكام؟ واحد. واحد. نفس الكلام مسقط، انت ما حلش الواجب ليه؟ مسقط البي ما عنديش وقت والله يا عم. ايه؟ ما عنديش وقت والله. يعني ما عندكش وقت تذاكر رياضه مثلا؟ طب وباقي مش معنى المواد التانيه بتذاكر. لا، محافظات الرياضة اتعمل جزء كبير أوي منها مع حضرتك، ومحافظات العربي قدام هيمون بالظبط، ومحافظات الدراسات لا انت والعلوم كده، ما انت مش عارف تحل اهو، ما ده السؤال يجي لك من عندك مش عارف تحل. براحتك، خليك، انت مستواك نزل في معاك الرياضه. حل. ما مسقط البي حلو. على محور واي، اخلي اثبت الواي واخلي الاكس بصفر، يبقى صفر وستة. طب انا عاوز الطول بقى، مسقط الاي بي على محور واي اللي هو ايه شرطه بي شرطه، ايه شرطه بي شرطه. عاوز الطول بتاعه يكون ايه بقى؟ ركز معايا. طالما الاثنين دول يعني انت عندك ده راح مع ده تيار المتشابه، دول لو شبه بعض في الإشارة بطرحهم، لو عكس بعض في الإشارة بجمعهم. دول شبه بعض في الإشارة هطرحهم، يبقى 6 ناقص 1 كام؟ 5 بس. يبقى طول مسقط ال AB على محور واي هيكون 5 وحدات. فهمت يا فارس؟ دول بطير المتشابه، الصفر راح مع الصفر، واحد صح. وستة. لو شبه بعض في الإشارة بطرحهم، يعني موجب بموجب، لو عكس بعض في الإشارة بجمع. تمام؟ تمام. الامتحان الخامس، يلا يا فرح. قياس زاوية الشكل السداسي المنتظم. هنعمل n ناقص 2 هتبقى 6 ناقص 2 فيها الأربعة، 4 في 180. تمام، 6 ناقص 2 في 180 على 6، على 6 لأن عاوز قياس هتبقى الزاوية مش مجموع الزوايا. تطلع كام؟ 120. 120. يلا يا فارس، حليناها قبل كده. أمم. آه. فين؟ تمام. 4 في 2 ب8 إكس، كمل. وزائد 24. 24، 4 في 7 24، 8 اكس زائد 28 لا، عاوز 28 صح. تساوي كام؟ 12. 12. هودي دي، يبقى 8 اكس بتساوي كام؟ 2 إكس تساوي سالب. 12 ناقص 28، اجيب الآلة. 12 ناقص عصبية بستخدم القلم 28 في الساعة. سالب 16. هنقسم 16 على 8 بالاكس بكام؟ يعني. سالب 2. ليه؟ أوكي. هو قال لك مجموعة الحل في إن مجموعة الأعداد الطبيعية، هل ده عدد طبيعي؟ لا لا. يبقى طبيعي. اللي بعده. إذا كان عدد عناصر يساوي 4 فإن عدد لا يمكن أن يساوي 5. إذا كان عدد العناصر A اتحاد B يساوي 4، يعني كل ال A وال B العناصر كلهم مع بعض بأربعة، فإن عدد العناصر A ما ينفعش يساوي كام؟ ما ينفعش يساوي حاجة أكبر منهم 5، لأن هو ال A وال B مع بعض بأربعة، كل عناصر A مع كل عناصر B بأربعة، فال A ما ينفعش تساوي 5. تمام؟ يلا فارس. آم، إذا كان المدى مجموعة من القيم هو 26، كانت القيمة الصغرى هي 13، إن القيمة الصغرى تساوي. هو عاوز الكبرى بقى، هو عاوز الكبرى. عايز. القيمة الكبرى. طالما قال لك الكبرى اجمع، لو عاوز الصغرى اطرح، لو عاوز المدى اطرح، لو عاوز الكبرى ايه؟ اجمع. بيجمع. هجمع 26 زائد تسعة 13، وتلاتين يبقى 39 39. تحت 13. خلاص،
يبقى لو عاوز القيمة الصغرى بطرح، لو عاوز المدى بطرح الكبيرة والصغيرة، لو عاوز الكبرى اجمع. يلا فرق. الزاوية التي قياسها 74 تتممها زاوية قياسها هتبقى 90 ناقص 74 هتدينا 16. تمام، 3 مطرح من 90. 90 ناقص 74 تساوي كام؟ 16. كمل. ما يساوي. أوكي. اعملها على الآلة. ربع زائد سدس. عندك سالب ربع زائد واحد وربع، طير الربع يبقى واحد. 1.6 من غير آلة. انت مش عارفها، اعملها على الآلة اللي بعده. في الشكل المقابل قيمة x 2x زائد 16 هتساوي الx زائد 1 زائد 80 صح؟ المفروض ان الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين مع عدد المجاورة لها، صح؟ ممتاز. أيوة. يبقى 2x زائد 16 تساوي كام؟ x x زائد زائد 1 واحد زائد كام؟ 80. 80. هودي ال 16 هنا للإكس، صح؟ أيوة. يبقى كده عندي 2x ناقص x بتساوي، طبعا دي بقت 81. 81 ناقص 16 يبقى كده x بتساوي 81 ناقص 16 يبقى كام؟ 81 ناقص 16. 81 ناقص 16 بتساوي 65. يبقى الإكس 65. فين 65؟ مفيش 65. احنا عملنا صح. 2x نقلنا دي بإشارة مخالفة، صح، بقت ناقص x، ودي بقت 81. 80 زائد 1 81، ونقلنا 16. 81 ناقص 16 فعلا 65. ماشي، مفيش 65. دي حاجة غلط. ماشي، هنعدل واحدة فيهم نخليها 65، وليكن دي مثلا نخليها 65. 65 بس كده. ماشي، اللي بعده. يلا يا فارس. هكتب 15 تساوي. إذا كان اقرأ السؤال بعد كده إذا تحس كان عليه. عدد تابع للقيم إكس زائد 3 وإكس ناقص 3، وعشان زائد 3 ناقص 3 فهنقول إكس. طيب، طالما الوصل الحسابي للقيم هو 15، الوصل أصلا مجموع القيم على عددهم، فأنا هجمع القيم دي على عددهم وأساويهم بكام؟ 15. يبقى 15 إكس زائد 3 زائد إكس ناقص 3 على عددهم ثلاث قيم بيساوي كام؟ 15 15. جمع بقى هتلاقي إكس 3 راحت مع إيه؟ مع التلاتة. 3. هيتفضل لك إكس وإكس وإكس يبقى كام؟ 3 إكس. 3 إكس 3 إكس على على 3 بتساوي 3 كام؟ يساوي 15. 15. 3 راحت مع التلاتة، يبقى الإكس بكام؟ إكس 15. 15. اللي بعده يلا يا فرح. مجموع قياسات القطعات الدائرية المتجمعة حول مركز الدائرة 360. ممتاز. يلا يا فارس. اشترى أحمد جاكيت بمعدل خصم 17% من سعره الأصلي، فإذا دفع 498 جنيه فوجد سعر الجاكيت قبل الخصم، يبقى نقول له إيه؟ هعمل له قبل وبعد قبل وخط. الخصم، إلى الخصم، إلى بعد إيه؟ خط. الخصم. قبل الخصم كده كده كام؟ 100%. 100%. الخصم كام؟ 17%. 100% ناقص 17 83. 83%. السعر قبل الخصم اللي أنا عاوزه أفرضه إكس. الخصم أنا مش عارفه. بعد الخصم بعد أصبح سعره الخصم كام؟ 198. 498. أنا عاوز السعر ده، يبقى نعمل إيه؟ ناقص دي دايما تضرب 100%، دي دايما 100%. يلا فهنقول إكس بتساوي 498%. 498 في في 100 100 تمام. في المية على اللي قصاد الإكس اللي هو كام؟ 83. 83%. ونعملها على الآلة. أجيب الآلة، أعمل صندوق. تعالى كده. 498 498 98 مش 89 ولا 98؟ 498 صح. ماشي، في 100%. 100 وأعمل في المية إزاي على فارس؟ شيفت والقوس ده على 83%. شيفت والقوس ده هتساوي 60. يبقى أنا سعر قبل الخصم كام؟ يبقى أقول له كده سعر تمام. الجاكيت قبل الخصم بيساوي 600 جنيه. ماشي. تمام. اللي بعده يلا يا دكتورة. افرض تنتمي للبي اي وبيت قياس زاوية اي. عاوز دي. أول حاجة زاوية ال A هتساوي 95 بالتبادل. زاوية ال A هتساوي زاوية ال هو B. انت عندك حرف زد؟ انت عندك توازي اصلا في السؤال؟ لا، ركز، دي زاوية ايه؟ دي زاوية مستقيمة يبقى تساوي حلو. 180. ايوه، 180 ناقص 70 يبقى كام؟ 110.
ومجموع 110. الزوايا الداخلة للخماسي 540. أطرح بقى 540 قصدي. فهمت يا دكتورة؟ أيوة. خلاص يبقى أنا هقول له كده: بما أن قياس زاوية الاف اي بي، الاف اي بي بتساوي 180 درجة زاوية ايه؟ مستقيم. مستقيم. أقول له إذا قياس زاوية الاي اي بي، الاي اي بي تساوي 180 ناقص 70 بتساوي كام؟ 110. 110. يبقى ده كده 110. ده خماسي: 1 2 3 4 5. أقول له بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للخماسي بتساوي، لو أنا مش عارفها أقول إن ناقص 2 في 180 كل الزوايا يعني، فهتساوي 5 ناقص 2 في 180 عشان بس تبقى فاهمين، تطلع كام؟ 540 درجة. كل زاوية 540. أقول له خلاص إذا قياس زاوية إي هتساوي 540 ناقص اللي عندي يا فرح، يلا بقى يا جماعة: 110 110 زائد 120 زائد زائد 70 95 زائد 95. زائد 70 زائد كام؟ زائد 120. زائد 95. هتطلع كام في الآخر؟ أقول له آم، كده: أجيب الآلة. المفروض أنت حلول واجب، المفروض يعني عشان ما نضيعش وقت في الحصة. 540 ناقص، افتح القوس، 110 زائد 95 395. زائد 70 زائد 120 في القوس، تطلع 145. تمام؟ يا فارس لو جيت بكرة مش حل واجب مش هدخلك الحصة. ماشي؟ طب ماشي. هحاول. لا، ما أنا عشان مش هدخلك بجد والله. يلا حل. هحاول. ماشي. ب 60 تلاتة أضلاع تقاطع قطرها كام؟ كان A 2 5 وإم 1 و5/2. أوجد إحداث نقطة C. طيب المفروض ده متوازي أضلاع، القطرين اتقطع فين؟ فين؟ يعني ده كده M. متوازي أضلاع أهو. اسمه A B C D. ام هي نقطة تقاطع قطرين، يعني ام منتصف الاي سي. فهمت؟ C. اه. اقول له بما ان ام نقطة تقاطع تقاطع القطرين. قطرين. تمام. اقول له اذا ام منتصف الاي سي. منتصف AC. فهمت؟ الام فين؟ اه. المنتصف. اقول له نفرض أفرض ان سي اكس واي. أن في X و Y. خلاص. ماشي. انت مم. عندك نقطة المنتصف ام اه بتساوي M مجموع الاكسات على 2 ومجموع الوايات على 2 على 2. فهبدأ أعوض بقى. الام بكام؟ بواحد وخمسة على 2. على 5/2. واحد وخمسة على 2 بتساوي مجموع الاكسات على 2. انت فين اي سي؟ 2 زائد اكس على 2 معايا ولا ايه؟ 2 زائد معاك 5. و5 زائد واي على 2. 5 زائد معايا 2. 5 زائد واي على 2 هساوي اولى باولى وثانيه بايه؟ بتانية. اه هقسم بس الصفحه نصين كده عشان نعرف نحل. هنساوي واحد، هنساوي 2 زائد اكس على 2 بواحد. 2 زائد اكس على 2 بكام؟ بواحد. 1. وهيساوي 5 زائد واي على 2 بخمسة على 2. 5. أوكي. 5 على 2، 5 زائد واي على 2 الأول. 5 زائد واي على 2 بتساوي كام؟ 5/2. 5 على 2. جميل أوي. هنا دي مقامها واحد، فهعمل مقص. 2 زائد اكس في واحد ب 2 زائد اكس. 2 زائد اكس بتساوي 2 في واحد ب 2. هنقول دي يبقى الاكس بكام؟ صفر، لأنها 2 ناقص 2 صح؟ اه. وهنا طالما المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي ايه؟ البسط. بس يبقى 5 زائد واي بتساوي كام؟ 5. هنقول 5. دي يبقى الواي بكام؟ أيوة 0. بصفر. كده إذا السي بتساوي C كام؟ تساوي 0 صفر 0. وصفر. خلاص؟ نقطة حتى لو أصل. أنت جيت جمعت 2 زائد صفر ب 2، 2 على 2 فيها الواحد أهو اللي هو النقطة هنا صح؟ لو جيت جمعت اه 5 زائد صفر ب5 على 2 أهو. تمام؟ نعم. ماشي. اللي بعده من الجدول
اوجد قيمة ان ثم اوجد متوسط عدد ساعات العمل. المفروض يديني عدد العمال كله، المفروض يعني. فمش عارفين عدد العمال. طب وليكن عدد العمال، وليكن عدد، احنا مش عايزين نكتب اي رقم يعني. 10 وقول 13، 13 و12، 25، 25 و10، 35. 35. ماشي، قولي عدد العمال كم؟ 50 مثلا، 50. يلا وخلاص، يلا عدد العمال 50، او نقول كام؟ 50 يعني. 50 يبقى كده الان هتساوي كام؟ 50. يبقى الان هتساوي 50. هو عدد لا. العمال كله كام؟ 50. أيوة 50. فالان هتساوي 50 ناقص اللي عندي، فهمتي؟ 50 أيوة ناقص 12 زائد 6 زائد 13 زائد 10، اعمل ايه على الآلة؟ يطلع لك كام؟ 14. 41. 41 ولا كام؟ دول كام؟ احنا يا جماعة دول كام؟ قلنا دول 25، 25 و10. 41. ماشي، يبقى هو كده فاضل 9. يبقى الان بتسعة. فهمت يا ماما؟ أيوة. خلاص. طب انا عشان اجيب الوصل الحسابي اعمل ايه؟ بعمل ثلاث خانات. اول خانة ايه؟ اكس، ها، إف. إف. واف، واف إف. في اكس. الاكس هكتبها اللي هي كام؟ 5 5. و6 و7 و8 و9. 5 و6 و7 و8 و9، واخر حاجة ايه؟ المجموع. الاف اكتبها 10. 10، 13. 13، 6، 12، كام؟ 9. والمجموع قلنا كام؟ 50. 50. تمام. والاف اكس هنضرب بقى دي في دي اهو، اضرب دي في ده على طول كده وانت ماشي. سهله جدا على فكره. يعني انت بتزود خانه واحده، خانه الاف اكس بس، يعني الخانه بتاع الاكس اهي، والخانه بتاع الاف اهي، والاف اكس اللي انت بتجيبها من الدماغ بتضربهم في بعض. 5 في 10 ب 50، 6 في 13 78، 7 في 6 ب 42، 42، 8 في 12 96، و9 في 9 ب 81. واجمع برضه دول، اجمعهم واجيب الاله اهو. 50 زائد 78، النت بيبوظ ولا ايه؟ زائد 42، تمام. النت كويس يا جماعه. زائد 69 أيوة. آه. زائد 81 هتساوي 347. 347. على فكره ممكن يكون العدد ماشي ايا كان، المهم. ماشي كده انا هقسم المجموع الاف اكس على مجموع ايه؟ الاف. اقول له كده الوسط الحسابي اكس شرطه بيساوي مجموع الاف في اكس على مجموع الاف. يبقى هنقسم 347 على 50، هتساوي، أجيب الآلة، 347 على 50، وهيطلع أدوس السي 6.94 من 100. في مشكلة؟ تمام. بس حضرتك بتبدأ إيه؟ تعمل بقى الجدول بتاعك ده كده يعني. أصلا نعم. حضرتك جبت 50 ازاي في البداية؟ أنا ما اه جبتهاش، في أنا حاجة فرضتها. بس. ما هي غلطة، هي غلطة إن هي مش عطاها لي. اه لازم نحط لنا مجموعة 50. أه طبعا. أنت لا، ومش لازم 50 على أي رقم تاني. ما فاهم. تمام. تمام. ده الجدول يا جماعة أهو. وزي ما أنت شايف ده الجدول اللي بتعمله في الامتحان، طبعا بتعمله بقلم رصاص مع فارس. يعني خليك فاهم. منظم كده وخطك واضح، ما تعملش الجاف. آه، اي حاضر. رسم وخد منقله، وخد منقله معاك، خد منقله وبرجل وقلم رصاص. عارف. طيب. يلا يا حاجه، اوجد قيمه المقدار ده عندما الحبشتكنات دي. يلا. 8 أس 2، 8 في 8. يلا حط القيمه المطلقه. 8 اس الايه اس 2 يعني 8 اس 2 ناقص 2 ناقص. الايه 8 في السي ب 6. انت عطلت ليه؟ زائد 5. هنكتب، حضرتك كتبت اكس، انا قلت ايه فين اكس دي؟ لا ده حضرتك في، وقفت. مش اكس، في. تمام. 5 في البي زائد بكام؟ 5 في 3. 3. نحط القيمه المطلقه دي هتبقى كام؟ دي تبقى 64 64. ناقص 2 في 8 ب 2 في 8 16. او نضرب ب 6، ماشي اضربها على الاقل. 2 في 8 في 6، 2 في 8 في 6، 96. 96 زائد زائد 5 في 3 15. 5 في 3 ب 15. عملتها 20 ليه؟ بفكرها دايما تعملها برضه 20 تاني اه. 15.
تمام. طبعا احنا عندنا ترتيب العمليات الحسابيه، اللي جاي الاول على الشمال هو اللي تعمل يعني. لو في جمع وفي طرح مع بعض، اللي جاي الاول على الشمال. انت عندك الخطوات ايه؟ اقواس، اسس، ضرب وقسمه، جمع وطرح. ده الترتيب الاساسي. فانت عملنا الاقواس، طبعا دي مش اقواس، ده كده مطلق. عملنا الاسس، وبعدين الضرب والقسمه. عملنا الضرب اللي جاي الاول، وبعدين الضرب الثاني، وهنا بقى الجمع والطرح. اعمل اللي جاي الاول على الشمال. فهمت؟ فانا هعمل ده اه. الاول. تبقى القيمه المطلقه هتبقى سالب 2 زائد 15. 15. القيمة المطلقة هتطلع كام؟ القيمة المطلقة ب 13، إشارة الكبير واطرح. فهتطلع كام في الآخر؟ 13. فلو جيت أنت عملتها على الآلة 64. إيه ده؟ إزاي سالب 2؟ أنا عملت 64 ناقص 96 سالب 2، وأنت سايبني عادي. ما حضرتك عايزك لحقت احسبها في أوقات خاصة. تطلع سالب كام؟ سالب 22 صح؟ ولا سالب 2 وسالب المفروض 32؟ أيوة 22، سالب أيوة المفروض 32. 22. سالب 22. 32. سالب 32. طبعا سالب 32 ناقص 15، ولا هو سالب 32. 32 ناقص ناقص 15 زائد، ناقص ايه؟ زائد 15، تطلع سالب 17. يبقى القيمة المطلقة لسالب 17. احنا أي حاجة بالقيمة المطلقة بتطلع ايه؟ 17. موجب، هتكون كام؟ 17. تمام؟ يلا يا فرح، عاوز ايه تقاطع بي والحاجات دي كلها؟ رقم آه، واحد ايه أول تقاطع بي؟ واحدة هتبقى 3 و5. المشترك بين الايه والبي. احنا الأفضل عشان كده هنتوه نكتبهم الأول، صح؟ أفضل حاجة. يعني الايه بكام؟ 4 و3 و5 و2. 4 و3 و5 و2. والبي 1 و3 و5. 1 و3 و5، كل اللي جوه البي. والسي 9 و2 و5. 9 و2 و5. دي أفضل طريقة علشان وأنا بجاوب ما توهش. يلا هتبتدي رقم واحد. إيه تقاطع بين المشترك بين الإيه والبي؟ 3 و5. جدع. رقم اتنين، إيه اتحاد سي؟ كل الإيه والسي. الإيه والسي. معلش. تبقى 4 و3 و5 4 و2 3 5 و9. 2 و9. طب رقم ثلاثة، الإيه تقاطع بي اتحاد سي. يعني اكتب الإيه الأول. اكتب الإيه كام؟ آه، 4 و3 و5 و2 صح؟ و2. أيوة. اتحاد أو تقاطع. تقاطع بي اتحاد سي. اكتب البي اتحاد سي. يعني البي والسي. بيتحد فيه 1 واحد 3 و3 و5 و9 و2. و9 و2. فاهمة؟ هيساوي أيوة. آم، إيه المشترك بينهم بقى؟ تلاتة الخمسة والتلاتة والتلاتة والاتنين. والاتنين. يبقى 5 و3 و2. فاهمة؟ فاهمة يا فارس؟ أيوة. تمام؟ رقم فاهم. 4 يا دكتورة. يلا. إيه 5. تقاطع بي تقاطع سي؟ الحاجة المشتركة بينهم كلهم. 5. خلاص. ممتاز. اللي بعده. يلا يا فارس، اوجد قياس زاوية بي ام سي. يبقى لنا زاوية متجمع حول نقطة 360. بما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي كام؟ 160. المجموعهم كلهم يساوون بكام؟ إذا إذا 90 زائد 3 إكس 2 إكس. زائد 25 أوكي. زائد 2 2 إكس إكس 15 زائد 90. زائد 90 بكام؟ 60. اجمع بقى 3 إكس و2 إكس. 5 إكس. 5 إكس 15 و25 40. 40. 40. 40 و90 130 تساوي كام؟ 360. 60. هنقول دي مش هنفع. يبقى 5 إكس تساوي 360 ناقص 130. 32. 32. 230. هنقسم على كام؟ 5. يبقى الإكس بكام؟ 20 على 5 فيها الأربعة، 200 على 5 فيها 6. يبقى 46. تمام؟ اه. تعالى نروح لرقم 6. يلا يا فرح، أي من المعادلات الآتية لا تكافئ المعادلة 3 إكس ناقص 1 ب 8؟ هاتي حلها الأول عادي. 1 هتبقى 8 - 1 7. 8 زائد 1 9. يعني المواد دي كده مش بتراقب بشها مخالفة صح؟ اه. ف 3 إكس هتساوي 9. يبقى كده الإكس بكام؟
3. 3. ده الحل، ده كده الاكس ب3. مين هنا اللي اكس فيها مش ب3؟ ده اولا كده الحل. جربي. 3 في 3 ب9، 9 ناقص 2 7، لا عادي. 3 زائد 1 4. 5 في 3 ب 15، هل دي 15؟ لا. لا، يبقى هي دي. فهمتي؟ أي. يعني اجيب حل دي واجيب حل دول، دي الوحيده اللي هتطلع ايه مش معايا، كلهم معايا ما عدا دي. يلا يا فارس. 5 10 15 20. اي العدد التالي يمثل تناسب. طالما يمثل تناسب، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. حاصل ضرب الطرفين اهو، حاصل ضرب الوسطين اهو. يعني 5 في 20 ب 100، و15 في 10 150. دي لا تمثل تناسب، نضرب دي. واحد. ماشي. 3 في 28 ثانية اللي 20. 3 في 28 84، و7 في 12 ب 84، هي دي. تمام. يبقى لازم حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب ايه؟ الوسطين. هنا عشان يمثل تناسب لازم لما اضرب دول في بعض يساوي ده حاصل ضرب دول في بعض، لما اضرب دول في بعض يساوي دول في بعض، لما اضرب دول في بعض، او 6 في 4 ب 24، 8 في 1 ب 8، ما تمثلش تناسب. فهمت يا هو؟ خد بالك، لازم عشان تمام. يمثل تناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يلا فرح. عددين مجموعهم 264 والنسبة بينهم فإن أكبرهم هو. أول حاجة نجمع الأربعة زائد السبعة تدينا 11، وبعدها 264 على 11. يطلع كام؟ 264 اقول له على 11 264. 24. 24. يبقى كده عايز الجزء الواحد ب 24، هو عاوز نسبة مين؟ بعدها 7 في 24 برنسيس يا جدع، خلي بالك. سلام. في راجل تبقى بستريح نفسيا. 168. يبقى 168. 168. ماشي جدع. يلا يا اللي بتذاكر مواد تانية. يلا. هي عدد الأفراد العام متجاوران متساويين في الطول. المعين. المعين. اللي بعد لو قال لي زوايا قائمة، إحدى زوايا قائمة ومستقيم. كمل يا دكتورة. إذا كانت فإن باي تبقى باي هتبقى صح؟ هتبقى فاي. المشترك بين الإي والبي مفيش، يبقى فاي جدع. اللي بعد ولا فارس. تقع في الربع الثاني الثاني. هتقع في الربع الثاني. طالما سالب موجب يبقى الربع الكام التاني. إحنا عندنا الربع الأول موجب موجب صح؟ الربع مع التاني سالب موجب، والتالت سالب سالب سالب. سالب، والرابع موجب موجب سالب. سالب. السؤال ده جاي في امتحان مخطط الساق الأوراق. المقابل الوسيط هو. يلا يا دكتورة عاوز الوسيط. آه أول حاجة نشيل 9 على 3 وكده ايوه صح؟ نطير كده بقى، لان احنا لو قعدنا نكتبهم هنقعد للسنه الجايه، ودي مع دي ودي مع دي صح. شيل بقى 3 أي. من هنا مع 3 من هنا، تسهيل يعني. شيل 4 من هنا مع 4 من هنا، لا مش هينفع نشيل 4. فاهمها ما جاتش. هيبقى 6 و0 استنى المفروض. طيب، نشيل رقمين مع رقمين، أي. ونشيل رقم مع رقم، هيتبقى لي 16 و20، مش 6 و6. فهمت يا ماما؟ واصله أي. لكم؟ فيبقى 16 زائد 20 على الاثنين تطلع كام؟ 18. 18. جدع. يبقى انا بشيل واحده من هنا وواحده من هنا اللي فاضل. ده فاضل رقم واحد ماشي، فاضل رقمين بجمعهم ويقسموا على الاثنين اللي بعده. الربيع الثالث القيام. نرتب قسمهم. 2. ما هي مترتبين. هرتب 2 3 2 3 يا ابني هم مترتبين. مترتبين. بالعكس بالعكس. هم مترتبين الربيع بالعكس. الثالث 3. يا راجل بقول لك مترتبين بالعكس. هنرتبهم عشان انتوا قليس، انا عارف والله لازم انا عارف. أنا هرتبهم. بتاع بتلخبط في الترتيب مع كل هيبقى ده. 2 3 4 5 4 5 6 6 7. 7 8. هنقسمهم. ادي نص وادي نص. 7. يبقى يكون كام؟ السبعه. الربع الثالث هو الوسيط بتاع المجموعه الثانيه. اللي بعده يلا يا دكتوره. نوعة مجموعة القيم تبقى 44 ناقص 14 هتدينا 30. تمام. الوسيط المدى قصدي باخد اكبر قيمه 44 ناقص اقل قيمه 14 تديني كام؟ 30. اللي بعده. نموذج برج القاهرة بمقياس رسم 1/200. إذا كان طول البرج 187 متر فهو طول برج النموذج. مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم حقيقة. مقياس الرسم
بيساوي طول في الرسم، الطول النموذج أو في الرسم الرسم حقيقة. على الطول في حقيقة الحقيقة. يساوي واحد على 200. ده مقياس الرسم أصلا. تمام. طول في الرسم كام؟ مية أنا مش سبعة عارفه. وتمانين لا، طول البرج اللي تحت صح مية سبعة النور. وتمانين تحقيقة يبقى 187. 178 متر. يلا هضرب نعمل مقص. مضرب بس واحد في مية بتساوي سبعة وتمانين يساوي واحد إكس تساوي واحد في مية سبعة 187 وتمانين أو 200. على 200. أنا كده كده عاوز أحول من متر لسنتيمتر صح؟ أمم. هضرب في كام؟ يعني أضرب في عشان متر يبقى أحول في من متر. متر لسنتيمتر بضرب في كام؟ في متر. ماشي. لأن الطول في النموذج بالسنتيمتر. أمم. وهتطلع كام؟ يطلع صفرين مع مية سبعة الصفرين. وتمانين. واسم 187 على 200. أو أعملها كلها بقى لو أنت الأسف. تطلع 93 و5. تمام؟ أيوة تمام. يبقى تقول لي كده طول النموذج أو طول البرج في النموذج. طول البرج في النموذج بيساوي 93.5 ماشي. اللي بعده. تمام. يلا في بسرعة. الشكل المقابل أوجد قيمة إكس مجموعة الزوايا مجموعة حول نقطة تساوي 360، بما أن فهتبقى 80 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة حول تساوي 360. نقطة يساوي كام؟ 360. 360 يبقى إذا المعنى فهتبقى كله بقى 80 زائد 70 زائد 2 إكس هتساوي هتخلي 2 إكس في 360. الأول. زائد 80 زائد 70. 80 نسيت 90 و70 ولا إيه؟ أو 90 90 360. زائد 90 هتساوي 240. يبقى دول كده 240 تساوي كام؟ أنا 360. قلت 240 بإشارة مخالفة هتبقى 360 ناقص 240 يبقى 100 وكام؟ ناقص 120. 240 ضربت على 120. 2 يبقى الإكس بكام؟ دي 6. ممتاز. اللي هيذاكر هيريح والله. يلا. لازم كتلة رجل ميا كان على الأرض 120 كيلو جرام، وكتلته على سطح القمر 20 كيلو جرام. ما هي كتلة رجل على سطح القمر إذا كان كتلته على الأرض 93 جرام؟ هات اللي جاي الأول فوق. يزر راجل كتلته 120 كيلو جرام وكتلته على سطح القمر 20، المفروض 20 متر. المهم ف 120 كيلو جرام يعني على 20 كيلو 20. جرام على الأرض هو 20. اللي جاي الأول فاهم؟ اه. فما هي كتلة رجل على سطح القمر. أنا عاوز كده بتاع القمر إذا كان كتلته على الأرض 93. عاوز 93 أعرف. وإكس. فهمت كده؟ اللي جاي هو اللي بيتحط فوق. لازم الارض جاب الارض فاحط الارض فوق، وجاب الكاميرا احط الكاميرا تحت. هنا جاب لك الارض احطها فوق وهو عاوز الكاميرا. فهمت كده؟ اه. خلاص. يبقى اكس بتساوي 20 20 في 93 أو 120. على 120. اعملها لي 15 عادي. كام؟ 15 15 ونص المفروض. 15 ونص. يبقى هتقول لي كده كتلة كتلة الرجل الرجل على رجلي دي على ولا سطح رجل على سطح القمر 15 رجلي ونص. هتبقى رجل. مش عايز مش تكتب عارف. ارقام. تطلع كام؟ 15 15 ونص. ونص. تمام؟ اللي اه. بعد. يلا يا لسه. ABCD متوازي أضلاع أوجد واحد CD1. وعاوز قياس زاوية بي. يلا. المفروض ده أم، متوازي اضلاع يبقى يطلع نص بعض قد ايه؟ قد بعض. إيه المفروض أي ده متوازي اضلاع يبقى يطلع نص بعض قد ايه؟ قد بعض. بس يبقى انا اسويهم ببعض واجيب الاكس واعوض بيها. فهمتي؟ اقول بما أي ان A B C D ها متوازي ايه؟ متوازي أضلاع. متوازي اضلاع. يبقى اذا ال A B بيساوي ال D C صح ولا لا؟ أي ده بيساوي ده. خلاص يبقى اذا سوي لي بقى 7 اكس. 7 اكس هتساوي كام؟ 5 اكس زائد 5 19. زائد 19. 5 اكس زائد 19. هنجمع الاكسات يبقى 7 اكس ناقص 5 اكس تساوي كام؟ 2 إكس 19. يبقى 2 اكس بتساوي كام؟ هنكتبها تحتها. يبقى الوسط 19.
يبقى 2x بتساوي 19. هنقسم على الاتنين، نقسم على الاتنين، يبقى الإكس هتساوي كام؟ 9.5. فاهم ولا إيه؟ أيوه. كده الإكس ب9.5، هو مفيش مكان على فكرة، فأنا هحاول أقسمها. تعالى أقسم الصفحة عشان بس إيه، اللي قلنا ال A B C D متوازي أضلاع معايا، أيوه. لازم A B بيساوي مين؟ سي دي أو الدي سي أيا كان، المهم ده بيساوي ده. يبقى كده 7x بتساوي 5x زائد 19. تمام؟ هنودي دي، يبقى 7x ناقص 5x بتساوي 19، يبقى 2x بتساوي 19. هنقسم على الاتنين، يبقى الإكس بكام؟ ب9.5. حلو كده؟ تسعة. الإكس يا جماعة بكام؟ ب9.5. تسعة. هشيل بقى الإكس وأجيب مين؟ الدي سي. أقول له إذا الدي سي بيساوي، هو الدي سي بيساوي 5x زائد 19 صح؟ 5x زائد 19. انا هشيل الاكس واحط قيمتها، انت معايا يا فارس؟ اقول له كده يبقى الدي اه. سي بيساوي 5 في شيل تسعة الاكس ونص. 9 ونص، 9 ونص و 8 ونص، 9 ونص زائد 19 تطلع كام يا جماعه؟ اقول له سبعة 5 وأربعين ونص. تطلع كام؟ 47 ونص. 47 ونص. ماشي لا ده 66 ونص ازاي؟ أنا 5 9. نعم؟ محطتش 17 عشان كده ظبط معايا. لا 66 ونص، يبقى 66 ونص سنتيمتر. خلاص؟ طيب احنا عندنا برضو ده متوازي اضلاع، يبقى اذا كل زاويتين جنب بعض بكام؟ 180 صح؟ اقول لك انا أيوه. متوازي اضلاع، اذا قياس زاويه A زائد قياس زاويه B زائد قياس زاويه D قصدي، كل زاويتين جنب بعض ب 180 بتساوي 180 عشان ده متوازي اضلاع صح؟ خلاص. أيوه. يبقى كده ال 10 واي ناقص 1، 10 واي ناقص 1 زائد 6 واي زائد 5. زائد 6 واي زائد 5 تساوي كام؟ مية 180. وتمانين. يبقى 16 كده واي، 16 واي زائد 4 بكام؟ 180. 180. هنقول الأربعة بإشارة مخالفة، يبقى 16 واي بتساوي 180 ناقص 4 176. هنقسم على الأربعة، يبقى الواي بكام؟ الأربعة. 176 على أربعة الأربعة، وأربعين. 44. جميل أوي. 44 ركزي بقى معايا، أنا جبت الواي بكام؟ 44. أربعة هجيب قياس وأربعين. زاوية A ومنها هجيب زاوية B. فاهمة؟ أيوه. أقول كده قياس زاوية A هي 10 واي، يبقى 10 في 44 ناقص 1 تطلع كام؟ في حاجة غلط، 10. السؤال فيه غلطة. بس 10 في 44 ناقص 1 ده مستحيل يعني، انت فاهمها تطلع ل 440 ناقص 1 ازاي؟ في حاجة غلط. احنا جمعنا دول 16 واي ب 180، الحل بتاعك يبقى مفيهوش غلطة تقريبا السؤال. هو الحل بتاعي ما فيهوش غلطة بس السؤال فيه غلطة، لأن أصل دول عادي 10 واي انت فاهمين فمستحيل يعني. 10 في ماشي نسيبها لحد هنا وخلاص وجبنا الواي وخلاص ماشي. ما احنا اصلا لو عرضنا على الواي ب 44 مش هتنفع يعني الاثنين دول مش هينفعوا، ده حاجة كبيرة قوي. 10 واي ناقص 1 دي هتبقى 4، هوديها يبقى 16 واي 176 على 16 في الأربعة، ازاي 176 على 16 في 44 على 16 انا سامع على الأربعة صح كده 11. انا برضه اقول كده وانا كاتب على الأربعة ازاي؟ هنقسم على 16، يبقى كده هي المفروض 16 واي اصلا انا مش كاتب الواي ماشي، يبقى كده عندي 16 واي، يبقى اذا الواي بكام؟ 11. يبقى الواي ب 11 صح كده، يبقى الواي بتساوي 11. ايوه كده، كده معقول. الواي ب 11 هجيب بقى قياس زاويتين اقول له كده قياس زاويتين بتساوي 10 في 11 ناقص 1، يبقى 110. 110 ناقص 1 يبقى 109.
خلاص. اقول له اذا زاويه بي، اقول كده اذا، وعشان ده متوازي اضلاع فالايه والبي ب 180. انتوا فاهمين؟ لما قلنا قياس زاويه ايه زائد قياس زاويه بي بتساوي 180 درجه، عشان ده متوازي اضلاع. اقول له اذا قياس زاويه بي بتساوي 180 ناقص 109، تطلع كام؟ 71. مشكله؟ تمام. ماشي. اه طبعا كويس. رقم 5 في استبيان لمجموعة من الأشخاص عن الرياضة المفضلة لديك، وكانت نتائج الاستبيان كامل بالجدول. أكمل الجدول ثم مثل نتائج الاستبيان بالقطاعات الدائرية. أولا هنجيب الكرة الطايرة يا جماعة، يلا. تبقى ثانية خمسة، تبقى 15 الكرة الطايرة من المفروض. المفروض كلهم 100% صح؟ اه فهقول له 100% ناقص اللي عندي يطرح. 5 ما حركة تقوليش 8 40، دي. 15، 45% زائد 25%، 25% زائد 15. 15%. اعملها لي على الآلة، قول لي الناتج. فين أنا؟ دي كده هتبقى 40 و40 35، تبقى 15%. تبقى صح. تمام، يبقى دي كده كام؟ 15%. تمام. قبل ما اجيب اي حاجه لازم بجيب قياس ايه؟ قياس آه الزاويه. قياس الزاويه، فهمت؟ صح. قياس بالظبط. الزاويه المركزيه بتساوي ايه؟ النسبه بالنسبة ل المئويه في كام؟ 360. 360. فهروح اجيب قياس الزاويه لكره اليد. كره اليد بتساوي ايه؟ 15 في 360، 15% في 360. 15% 360، تطلع كام؟ وهروح اجيب كره السله. 54. 25% في 360، دي كده هتطلع 90. ودي كام؟ 54. 54. تمام. كرة القدم كرة القدم 45. 45% في 360، هتطلع ب162 المفروض. 162. كرة الطائرة تطلع كرة برضه الطيارة زي كام؟ الأولى هتبقى 90. 54. تطلع 90. 54 ازاي بقى؟ 15%. صح صح. 15% مش بقى ب 54، صح 54. فكرتها 25. تمام. هنبدأ بقى اه ان احنا ايه؟ هنجيب حضرتك لازم تاخد معاك البرجل والمنقلة والكلام ده كله. ادي البرجل بتاعك. حضرتك هتعمل دايرة، بس انا هكبر الدايرة عشان تشوفها. هكبر هو الدايرة مش هيفرق علشان تشوف. معاه كبر الدايرة صح؟ نعم. مش هيفرق معاه دايرة كبيرة. عادي عادي. اوكي. خليها معقول يعني. أنا فاهمة، بسأل بس عشان ايه ما تظهرش قوي، ما تكبرش قوي كده. لا ده برضه كبير عن النيو. تمام. قلت له ده. انا بس عاوزها تبقى كبيره عشان انت تشوف، انت فاهم ده قصدي يعني. لا فاهم. كده الدايره يا جماعه. خلاص. ادي الدايره بتاعتك. المفروض بقى حضرتك كده احنا رسمنا كده البرجل خلاص مربوط رؤوس. حضرتك هتجيب ايه؟ المسطره بالقلم الرصاص. لازم تعمل نص قطر، لازم نص قطر. ادي نص القطر. تمام. ادي كده نص القطر. ده هتبدا تجيب من هنا اول زاويه عندنا. لو رجعنا هنلاقيها كانت كام؟ 54. يبقى انت حضرتك هتقف هنا كده اهو، شايف؟ هنا المسافه 54 اهي. صفر. بص عد من هنا: صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 54. يعني هنا كده. شرطة دي. هنا بالظبط. بالظبط. اجي شايل المقلة واجي عامل خط. اه 54. طب عاوز اقيس الزاويه اللي هي كام؟ اللي هي 90 المفروض. 90. هل اقف عند هنا عند الخط نص. الاولاني؟ لا. تقف عند الخط التاني. يعني واقف المقلة زي ما كانت واقفه. شايف؟ ولفها امم بقى. لفها. اه ايوه كده. وقيس كام؟ 90. 90 90 90. ايه شمال. صفر، 10، 20، 30، 40، 50 لحد 90. 90 هنا كده بالظبط. اهي. ولا شايل دي واجي موصل. تمام. واجي جايب المنقله. اجي موقفها زي ما كانت واقفه اهي. عارفها. واجي لفها. اللي كانت كام؟ 162 صح. اهي 162. صفر، 10، 20، 30 لحد 140، 150، 160، 162 اهي بعد الشرط التانية دي. بالظبط. الحمد لله. تيجي موصل. خلاص مش فاضل لك غير زاويه واحده اللي هي زي دي 54. خلاص. تمام. بس كده بعد ما اه تعمل الكلام ده هتبدا ايه؟ تكتب بقى. انت عندنا دي كام؟ 54
ودي 90 ودي 162 ودي اختار بقى. 54. وتكتب بقى دي كرة اليد، قصدي دي اليد، دي السلة، انت فاهم؟ لا. ثانية. دي اليد، دي مين؟ السلة. دي القدم، صح، دي كرة القدم. ودي مين؟ الطائرة. صغيرة. ماشي. وكده ايه؟ اوكي. خلصنا البتاع بتاعي. خلاص انا بس اخدها نسخ. ها اصغرها بس الاول. درجين 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 عشان اعرف احطها هناك. تمام. نسخ. كوبي بيت. تعالى. كنترول سي خلاص. كنترول في. بوم. اه شكلها اتحطت فوق. اه مش بقول لك. لا. انا عارف اصغرها ليه تاني. طب؟ اصغرها تاني بس عشان ايه. تعالى كده. نسخ. بس يا رب تنزل تحت، ممكن ما تنزلش اصلا. كده انا عارف طب. انها تيجي فوق، انا عارف انها تيجي فوق. طب اسحبها مثلا. مش هعرف اسحبها، مش هتتسحب كلها. مش هتتسحب كلها. بصوا. مفيش مم. ممكن اجيبها تحت كده. ثواني. كنت هقول سيلكت، يعني تعمل سيلكت على أول. عارف. مم. لا مش هتيجي. لو عايزين نعمل حاجة حلوة نجرب تعال كده. هي ده قصدي، ده سيلكت. لا ثانية. يجمع الكل. خلاص هعمله للبتاع ده كله، الصفحة كلها يلا اخليها ماشي. اوكي. وانا الصفحة كلها مع ورا الورق برضه باظت. يا عم يلا. عبط لي. ايوه بس نعملها كلها. يلا نكمل. اوكي. يلا فرح. رقم 6. بشكل مقابل أوجد اوجد قياس آه زاوية ايه. عاوز دي. مم. زاوية ايه. أول حاجة هجيب زاوية بي. جدع، لان دي قد بي بالتلاتة حرف زد. جدع برافو عليك، ايوه كده. مم. آه دي زاوية مستقيمة، يعني هتساوي حلو. دي 120 تبقى دي كام؟ 180 تبقى 60. دي 60. واطرح تبقى دي 50. ويبقى ده دي بالتبادل. خلاص هحلنا بسرعه بس عشان الوقت، عشان نحن نخلص. اقول له كده بما ان قياس زاويه الدي سي بي بتساوي كام؟ 180 درجه. اذا قياس زاويه الاي سي بي 180 ناقص 120 بتساوي كام؟ يبقى دي 60. بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث كام؟ 180. إذا قياس زاوية بي بتساوي 180 ناقص 60 زائد 70 بتساوي كام؟ 50 درجة. يبقى دي ب50. أقول له بما أن ال AF ال EF مش عارف أشيل الحروف دي بتوازي ال BC، يبقى إذا قياس زاوية E بتساوي قياس زاوية D تساوي 50 درجة بالإيه؟ بالتبادل. ماشي؟ أنا هحل بسرعة عشان الوقت، عشان عندي حصة. تعالى هنا. عاوز مامكس. مامكس يعني التاني ناقص الأول وغير إشارة اللي تحت. مامكس يعني إيه؟ التاني ناقص الأول وغير إشارة اللي تحت. لو قال لك مامكس ما طرح التاني ناقص الأول، التاني ده 2 بي ناقص 5 بالظبط A ايه. ايه زائد، ده. واكتب ده تحت أرتبه، يبقى سالب 3 بي زائد 5A زائد 7. وأغير إشارة اللي تحت. أغير إشارة اللي تحت. فهمت؟ اه. ماينس. تاني أكتب ده تحت، ده فوق وده تحت، وأغير إشارة اللي تحت. لأن بقول لك ناقص، فاهم؟ فتغير إشارات. لو قال لك ما زيادة، الأول ناقص التاني، يعني ده وتغير إشارة ده. تمام؟ تكتب ده طيب. فوق وده تحت وتغير إشارة التاني. خلاص. لو قال لك ما طرح زي ما ماكس. فهمت؟ ما ماكس ما طرح اطرح. كان نفس الكلام، التاني ناقص الاول بكتب التاني هو اللي فوق والاول هو اللي تحت وهذا اشارته. تمام. 2 بي زائد 3 بي يبقى 5 ايه 5 بي. بي. سالب 5 ايه مع سالب 5 ايه يبقى سالب 10 يلا 10. ايه. واحد مع ناقص 7 يبقى سالب 6. سالب خلاص. 6. بسرعه على اوكي. اخر امتحان علشان الوقت. احل انا.
اي مما يلي يساوي -5. صفر على -5 غلط، دي بصفر، اعملها على الآلة. 1 على -5 غلط، بسالب 1 على 5. دي هتطلع ب5، مفيش غير دي. إذا كانت البي ب4 و5 و7 جزئية من، يعني البي جزئية من دول، جزئية من 3 وإكس و4 وواي و8. عندك الأربعة موجودة، يبقى الخمسة والسبعة بالإكس والواي، صح؟ ما هو طالما البي موجودة جوه، يبقى كده الإكس والواي بخمسة وسبعة. فأنت تجمع 7 زائد 5 أو 5 زائد 7 في الآخر هتديك كام؟ 12. إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف إي بي، إيه تقع في الربع الثاني فإن بي تقع في الربع الرابع. السؤال ده مهم جدا 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 لو جالك في الامتحان، وشرحناه قبل كده. قلنا الايه طالما في ربع عامله كده، اللي في الربع الثاني يبقى البي في الربع الرابع. اللي بعده، يمثل الشكل المقابل القطاعات الدائريه لمصروفات اسره دخلها الشهري 10000 جنيه، فان مقدار المصروفات الشهريه على العلاج يساوي. العلاج هنطرح 100% ناقص اللي عندي الاول، صح؟ تمام. اقول له كده 100% ناقص يا جماعه، يلا معايا كده، 25% زائد كام؟ 20% زائد كام؟ 17% زائد كام؟ 23%. عملتوها على القلم؟ عندك 23 و17 40، صح؟ 40 و20 60. 60 و25 85، تفضل 15%. يبقى 15%. طب انا عاوز بقى اللي بيصرفوه، يعني هم بياخدوا 15% من 10000 جنيه، يبقى اضرب 15% في 10000 جنيه. اجيبها على الآلة. 15% في 10000 جنيه، 1 4 صفار، 1 2 3 4، تطلع 1500 جنيه. ماشي. بيقول لي اذا كان مقياس رسم الخريطه ما هو موضح، مش قلت لك طالما جات لك دي يبقى كل 1 سنتي في الحقيقه يساوي كام في الحقيقه؟ هو كاتب كل 3. كل 1 سنتي في الرسم يقابل كام في الحقيقه؟ 30 كيلو متر. اول ما يجي لك كده كل 1 سنتي في الرسم يقابل 30 كيلو متر في الحقيقه. طب لو جالك 40، يعني دي 40 يبقى يقابل 40 متر. لو جالك 50، المهم ان هي دي معناتها 1 سنتي. كل 1 سنتي في الرسم يقابل 30 كيلو متر في الحقيقه. هو عاوز 3، يبقى بكام؟ اقول له 3 في 30 تبقى 90 كيلو متر. ما المتبين تعبر عن ان الطول ان المناسب لاختيار شخص لممارسه لعبه معينه يجب الا يقل عن 180 سم. ما ينفعش يقل عن 180، يبقى ان اكبر منها تساوي كام؟ 180. وما ينفعش يقل عن 180، يعني ينفع 180 واكتر. ف 180 ان اكبر منها تساوي كام؟ 180. ده ثماني منتظم. ده ثماني منتظم. انا عندي الزاويه الداخله للثماني المنتظم كام يا جماعه؟ 135. الزاويه الداخله للثماني المنتظم 135. فانت عندك دي كده بكام؟ ب 135. طب الزاويه الخارجه، اقول له 180 ناقص 135 تطلع لي كام؟ 45 درجه. الزاويه الداخله للثماني المنتظم 135. الربيع الاول في الصندوق يمثل 25%. لو قال لك الثالث تقول 75%، لو قال لك الوسيط تقول 50%. الوسيط للقيمه رتب وخد اللي في النص. رتب لي 0 2، انتوا معايا ولا ايه؟ 0 2 3 7 10. دي مع دي ودي مع دي، اتفضل لي كام؟ 3. استخدم خواص الضرب. 8 في 2 في 125 في -50. اكيد هضرب 8 في 125 هتديني 1000، واضرب 8 في 50 هتديني -100. فهنعمل كده 8 في 125 قوس في 2 في -50. يبقى هنا 1000 في -100 هتساوي كام؟ -100. فاهمين حاجه؟ جبت دي جنب دي ودي جنب دي، هي دي خواص الضرب. مسقط اي بي، مش انا لسه حللها بس زيها. مسقط اي بي على محور اكس وطول مسقطها على محور واي. ماشي، عاوز هنا وهنا وهنا. فهنقول له مسقط ايه على محور اكس هتساوي مسقط ايه على محور اكس هتبقى ايه شرطه. ايه شرطه مسقطها على محور اكس، ثبت اكس وغير الواي، يعني ثبت اكس وخلي واي بصفر، يبقى 2 وصفر. طب مسقط بي على محور اكس هتبقى بي شرطه هتساوي خلي الاكس ثبت الاكس وخلي الواي بصفر. يبقى انا كده عاوز ايه شرطه بي شرطه اللي هو طول مسقطها على محور الاكس. ايه شرطه بي شرطه هتساوي طول مسقطها على محور اكس. دول الغيهم خلاص، الغيهم مش عاوزهم. وعندك الاثنين والسالب 4 مختلفين في الاشاره معاهم، يبقى كام؟ يبقى 6 1. خلاص هنجيب بقى مسقطها على محور واحد. مسقط الايه؟ على محور واحد هتبقى ايه شرطتين
مسقط النقطة على محور واي، ثبت الواي وخلي الاكس بصفر، يبقى صفر و3. مسقط البي على محور واي، يبقى بي شرطتين بتساوي، ثبت الواي تبقى واحد والاكس تبقى صفر، يبقى صفر واحد. كده انا عاوز طولها ايه شرطتين ب شرطتين. المتشابه الصفر طيره، المتشابه ال- الصفر طيره خلاص. عندك 3 واحد متشابهين في الاشاره بتاعهم، يبقى كام؟ 2. لو عكس بعض بجمع، يبقى 2 وحدات. ماشي. تعالى نروح اللي بعده. تمثل بيانات، ارسم مخطط الساق والاوراق ثم حدد المنوال. يا لهوي تاني، احنا حليناها قبل كده صح؟ حليناها قبل كده. هو مش صعب كده، حليناها الصف قبل ممكن كده. يكون نفسنا. اه حليناها قبل كده في ملزمه ثانيه. أيوة. انا فاكر ان انا حليتها قبل كده في مراجعه الهندسه، في مراجعه الاحصاء اصلا. اهو انا حليها قبل كده. فين البي دي اف؟ البي دي اف فين؟ مش هنا. ماشي، بس انا حليتها قبل كده يعني كده. انا فاكر ان انا حليتها. تمام. ثانيه. تعالى تعالى تعالى. انا حللها يا جماعه، انا فاكر ان انا حللها. حد فاكر حللها فين؟ انا فاكر ان انا حللها قبل كده. ثانيه ثانية. ماشي 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 ماشي. تمام. انا حللها، انا فاكر ان انا حللها، انا مش ناسي. تمام تمام. بم 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 ترارا، بم 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 ترارا. برضه يا جماعه انا حللها، بس حللها فين مش فاكر. بس انا حللها، مش عارف بقى. انا حللها بس هي ده هياخد وقت. المهم هنرتب القيم الاول. هي هنعمل ايه؟ هنرتب القيم الاول. خلاص فنرتب. يا الله لسه نعمل كلها. ماشي. يلا رتبوا معايا بقى. اصغر حاجه مين؟ ال 18. لا انا حللها مش هكتبها تاني، يعني مش انا حللها صح، بس حللها فين؟ أيوة، مثلا حضرتك حاجة زيها بالظبط. هي نفس الارقام، حللها فين؟ مش مشكله. في مراجعة الإحصاء تقريبا. ما انا بقول كده، ما هو مش موجوده في ورقه الاحصاء ليه؟ بدور على الاحصاء، بدور على الاحصاء، بدور على الاحصاء. عارف. مش عارف هي فين بقى الصراحه. ممكن تبقى في انت عندنا. مش عارف والله، بس انا حللها، انا فاكر ان انا حللها عشان كده مش عاوز اكتبها تاني. بس يلا مش مشكله بقى خلاص. 18. طب سيبها للاخر، سيبها للاخر عشان الوقت. بيقول لك في الشكل المقابل اي بي سي دي مربع، قياس زاويه اي ب 60 درجه، وقياس زاويه اي دي سي ب 60 درجه. اوجد قياس زاويه اي سي. طب طالما ده في 60 و60 يبقى دي 60 صح. ده مربع وده قطر، ده مربع وده قطر، القطر بيرسم لك الزاويه بتاع المربع، يبقى دي 45. يبقى دي كلها كام؟ 105. بس كده. تقول لي فيه المثلث دي اي سي، دي اي سي، بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث 180 درجه، يبقى اذا قياس الزاويه اللي انا عاوزها دي سي اي، دي سي اي بتساوي 180 ناقص 100 ناقص 60 زائد 60. حتى مش عارف اكتب 180 بسرعة عشان عندي حصة. ناقص 60 زائد 60 هتساوي كام؟ 60 درجة. يبقى أنا عندي دي كده بكام؟ ب 60. ده مربع، وبما أن A B C D مربع، وبما أن ال AC قطر، ال AC قطرة، وإحنا عارفين إن قطر المربع بيقسم لك الزاوية بتاعته زاويتين قد بعض، يبقى دي 45 ودي 45. أقول له إذا قياس زاوية ال ACD، ال ACD بتساوي كام؟ 45 درجة. يبقى دي كده ب 45. يبقى الزاوية اللي أنا عاوزها كلها، أقول له إذا قياس الزاوية اللي أنا عاوزها بقى ACE، ACE تساوي 45 زائد 60 بتساوي 105. فاهمين حاجة؟ تمام؟ ماشي. اللي بعده رقم 5 بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لي بيقول لي اشترك عمر في خدمة مبلغ 520 جنيه، هيضيف لها 14% ضريبة.
فما قيمه الضريبه والمبلغ المدفوع شهريا. انت بضرب، ممكن تضرب 520 في 14. اقول له كده الضريبه بتساوي 520 في 14%، يعني حاجه سهله يعني. هتساوي كام؟ اقول له كده 520 في 14%. عاوز تعمل قبل الضريبه الى الضريبه الى بعد الضريبه عادي، تطلع كام؟ 87 جنيه و7 7 72، معلش 72 و8 من 10. ده قيمة الضريبة. طب المدفوع شهريا، المبلغ المدفوع شهريا، دي شهريا دي مش مشكلة، المبلغ المدفوع شهريا. هنجمع بقى المبلغ الأساسي اللي هو 520، هنزود على قيمة الضريبة زائد 72 و8 من 10، زائد 520 تطلع كام؟ أهي 592 و8 من 10. 500. فاهم يا فارس؟ فاهم يا فرح؟ فاهمين يا جماعة؟ أنا هدفع اه 520 جنيه، هيتضاف لها 14% ضريبة، فاضرب 520 في 14% طلعت لي قيمه الضريبه، دي الضريبه اللي انا هدفعها. طب هتدفع كام كل شهر؟ اقول 520 زائد قيمه الضريبه. تمام. مدرسه بها 8 اكس زائد 15 بنت و7 اكس ناقص 10 ولد، اكتب تعبير رياضي يوضح مقدار زياده عدد البنات عن الولاد. قال لك زياده عن يعني الاول ناقص الثاني. زياده عن يعني ايه؟ الاول ناقص الثاني، وغير الشرط اللي تحت. الاول ده 8 اكس زائد 15، قال لك عدد البنات عن الولاد. الثاني اللي هو 7 اكس ناقص 10. زياده يعني كده كده هطرح، فنغير الشرط اللي تحت. زائد 8 اكس ناقص 7 اكس تبقى اكس، و15 زائد 10 يبقى كام؟ 25. بس كده ماشي. يقول لك ما زياده الاول ناقص الثاني وغير الشرط اللي تحت. يقول لك ما طرح او ما نقص او اطرح او الكلام ده، يبقى الثاني ناقص الاول وغير الشرط اللي تحت. بشكل مقابل اي دي بيوازي بي سي، ده بيوازي ده، اثبت لي ان ده متوازي ولا لا. طيب طالما ده بيوازي ده، انا هثبت ان ده بيوازي ده. لو ثبتت ان ده بيوازي ده خلاص يبقى ده ايه؟ متوازي اضلاع. طيب ركز معايا. عندك ده كده حرف زائد، هيفيدني في حاجة؟ لحد دلوقتي لا. طيب انت عندك دي ب 26، تمام، ودي ب 58، تمام. طيب انا ممكن اجيب دي عشان دي زاوية مستقيمة صح؟ يعني هجيب دي، انا هجيب دي اقول له كده بما ان قياس زاوية الدي ام بي، الدي ام بي بتساوي 180 درجة زاوية مستقيمة، يبقى اذا قياس زاوية الدي ام سي، الدي ام سي 180 ناقص 58 هتطلع كام يا جماعة؟ 180 ناقص 58 تطلع 122 درجة. يبقى دي كده ب 122. هطرح من المثلث، أقول له في المثلث دي ام سي، دي ام سي بما أن مجموع الزوايا داخل المثلث 180 درجة، خلاص. أقول له إذا قياس الزاوية اللي أنا عاوزها بقى سي دي بي، سي دي بي هتساوي 180 ناقص اللي عندي 122 زائد 26. 122 زائد 26 تطلع كام؟ 32 درجة. يبقى أنا دي كده طلعت بكام؟ ب 32. طيب وأنت عندك إن الزاوية دي اهي قد دي وهما في وضع تبادل. أقول له بما أن قياس زاوية السي دي بي، السي دي بي اللي أنا لسه جايبها بتساوي قياس زاوية الدي بي اي، الدي بي اي بتساوي 32 درجة، وهما في وضع تبادل، يعني هما قد بعض وفي شكل زد. اقول له اذا الدي سي بيوازي البي، او الاي بي بيوازي الدي سي، كده الضلعين بيوازوا بعض خلاص. وانت عندك بما ان انت عندك ان الاي دي بيوازي البي سي، كده كل ضلعان متقابلان متوازيان. اقول له كده كل ضلعان متقابلان متوازيان، إذا ال A B C D متوازي أضلاع. فهمنا ولا لأ؟ تمام؟ في اه مشكلة؟
خلاص يا جماعة، عندكم أي مم. أسئلة؟ تمام؟ طيب خلصنا كده إن شاء الله. كده خلصنا الامتحانات المتوقعة في الملزمة دي. عندنا تاني إن شاء الله 15 نموذج، أو في امتحانات عامة للجبر هبقى إيه أبعتها لكم. ماشي؟ تقدروا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.